في ناس بتخاف تدخل المقابر حتى لو في عز الظهر، بس في ناس دخلوا وما خرجوش زي ما كانوا، لأن في حاجات بين القبور محدش يعرفها، واللي حصل هناك عمره ما يتنسي. أنا سارة، والحكاية ما خلصتش، ويلا بينا نبدأ ببسم الله. أنا سارة، واللي شفته بعيني في مكان محدش يتمنى يشوفه بالليل، المقابر. أنا بطبعي واحدة عقلانية، يعني مفيش حاجة اسمها جن ولا عفاريت ولا حكاية مسكونة، كل حاجة عندي ليها تفسير علمي ومنطقي. صاحبتي ندى دايما كانت بتقولي يا بنتي انتي بتفكري بعقلك بس، القلب والإحساس ليهم حكايات تانية. كنت بضحك عليها وأقول لها يا ندى القلب ده بيضخ الدم، والإحساس ده شوية هرمونات، بلاش كلام فاضي. لحد ما تيتا ماتت. تيتا كانت أكتر حد بحبه في الدنيا، كانت حكيمة وغامضة في نفس الوقت. كانت دايما تقولي يا سارة الدنيا مش زي ما انت شايفاها، في حاجات كتير تحت السطح بس مش كل الناس بتقدر تشوفها. كنت بفتكرها بتقول كلامها بتاع زمان وخلاص. قبل ما تموت بآخر يوم ندهت عليا وقالت لي بصوت واطي ومتقطع اسمعيني كويس يا سارة، في سر مدفون مش معايا أنا بس تحت رجليكي. وابتسمت ابتسامة غريبة كأنها بتودعني، وبعدها نامت نومة الأبد. بعد ما دفنا تيتا وعدى فترة الحزن كنا بننظف أوضتها، لقينا صندوق صغير تحت سريرها، صندوق خشب قديم ومتربب. لما فتحناه لقينا جواه ورقة مطبقة. الورقة كانت ريحتها ورد بلدي مجفف وعليها ختم شمعة غريب. فتحتها وكنت متوقعة ألاقي وصية، فلوس، أو حتى كلام حنين، بس اللي لقيته كان عكس توقعاتي تماماً. الورقة كان مرسوم فيها رسم كروكي لقبر تيتا بالظبط، وعليه علامة غريبة على شكل وردة منحوتة في الرخام. وتحت الرسم كان فيه جملة واحدة مكتوبة بخط تيتا العجوز: اللي مدفون مش هو اللي المفروض يكون مدفون، دوري تحت الوردة اللي مش بتدبل. قريت الجملة مرة واتنين وتلاتة، ما كنتش فاهمة منها أي حاجة. إزاي اللي مدفون مش هو اللي المفروض يكون مدفون؟ هل ده مجرد كلام في وصية؟ بس ده مش كلام وصية. ايه سر الجملة الغريبة دي؟ وايه حكاية الوردة اللي مش بتدبل؟ فضولي كتلني، قررت اني لازم اروح المقابر لوحدي عشان افهم حكاية الورقة دي. بالليل بعد نص الليل اتسللت من البيت وانا حاسة ان خطوتي تقيلة، كأن في حاجة بتشدني لورا. وصلت للمقابر وكان الجو ساكت بشكل مرعب، الهوا كان بيصفر بين شجر الصبار وكأنه بيغني أغنية حزينة. القبور كانت واقفة زي ناس بتراقبني في الضلمة. مشيت بين القبور لحد ما وصلت لمقبرة تيتا، دورت على العلامة اللي كانت مرسومة في الورقة وفعلا لقيت وردة منحوتة في الرخام. بس الغريب إن الوردة دي كانت شكلها جديد، كأنها لسه منحوتة دلوقتي ولونها أبيض زي الياسمين. الرخام حواليها كان متأثر بعوامل الجو، إلا الوردة دي كانت بتلمع. جسمي أشعر، حطيت إيدي على الوردة حسيت ببرودة غريبة كأنها مش رخام عادي. فضلت أمشي إيدي على القبر وفجأة حسيت بحاجة غريبة تحت الوردة بالظبط. كانت في حتة رخام سايبة مش ثابتة زي باقي القبر. قلبي بدأ يدق بسرعة وخوفي بدأ يسيطر عليا. حطيت إيدي وحاولت أفتحها، بس كان في صوت في دماغي بيقولي سارة ارجعي بلاش تكملي. بس فضولي كان أقوى، زقيت حتة الرخام بقوة وفعلا اترفعت. لقيت تحتها فراغ صغير وجواه صندوق خشب قديم بس مقفول بقفل غريب معمول من الحديد الصدأ. حاولت أفتح الصندوق بس القفل كان قديم ومحتاج مفتاح. في اللحظة دي سمعت صوت همس خفيف بيجي من كل حتة في المقابر كأنه جاي من تحت الأرض، همس مش مفهوم بس حسيت إن فيه أسماء بتتنادى، أسماء أنا عارفاهم. اتلفت حواليا في رعب، مفيش أي حاجة. الصوت بيقرب ويوضح أكتر وبيقرب من اسمي سارة سارة. خوفي وصل لأعلى درجة، بس ما بعدتش عن الصندوق، بالعكس فتحت شنطتي وطلعت منها زرادية كان أبويا سايبها فيها. مسكت القفل الصدأ وحاولت أكسره. الصوت كان بيعلى أكتر وبقى بيضحك بصوت عالي ومخيف، ضحكة مش ضحكة بني آدم. القفل اتكسر أخيراً وفتحت الصندوق وأنا برتعش. اللي لقيته جوه ما كانش فلوس ولا مجوهرات، اللي لقيته جوه الصندوق كان إيد طفل صغيرة محنطة، شكلها مرعب كأنها لسه مقطوعة دلوقتي. للحظة حسيت إن قلبي وقف. أنا مش فاهمة إيه ده ولا إيه علاقته بتيتا. إيد طفل محنطة ومدفونة في قبر. عقلي رفض يستوعب المنظر،
كانت صوابعها الصغيرة متنية على نفسها ولونها بني غامق كأنها متحجرة. المنظر كان مقزز ومخيف في نفس الوقت. فضلت بص عليها وأنا مش قادرة أتحرك، كأن في قوة بتلزمني مكاني. في نفس اللحظة اللي كنت ببص فيها على الإيد سمعت صوت همس تاني، بس المرة دي كان أقرب وأوضح، كأنه جاي من تحت الصندوق نفسه. الصوت كان بيقول كلام مش مفهوم، بس سمعت كلمة إحنا وجعانين. جسمي أشعر ودمي اتجمد في عروقي. الإيد دي مش مجرد إيد، ده سر أكبر بكتير. قررت إني لازم أهرب، لازم أخرج من المكان ده فوراً. قفلت الصندوق بسرعة البرق وحطيته في شنطتي. كان تقيل وريحته عافنة زي ريحة الأرض المبلولة. لميت حاجتي وجريت من غير ما أبص ورايا. كنت بجري بين القبور والضلمة كأن في جيش من الأشباح بيطاردني. كل ما أجري خطوة أحس إن في حاجة بتشدني لورا. كنت بسمع أصوات بتنده عليا وضحكات شريرة بتملى المكان. وصلت لبوابة المقابر وأنا بنهج ومش قادرة أخد نفس. أول ما طلعت بره حسيت إن روحي رجعت لي تاني. بصيت ورايا، الدنيا كانت ساكتة وهادية كأن مفيش أي حاجة حصلت. بس الصندوق اللي في شنطتي كان بيقول حكاية تانية خالص. رجعت البيت وأنا مش قادرة أنطق بكلمة. دخلت أوضتي وقفلت الباب بالمفتاح وحطيت الصندوق تحت السرير. طول الليل كنت سامعة صوت همس بيطلع من تحت السرير كأن في حد بيحاول يكلمني. نمت وأنا بترعش من الخوف. الصبح صحيت على صوت زغاريد جاية من الشارع. كان يوم فرح جارتنا، بس أنا ما كنتش حاسة بأي حاجة. كل تفكيري كان في الصندوق اللي تحت السرير. بعد ما هديت شوية قررت إني لازم أفهم الحكاية دي. طلعت الصندوق وفتحت الورقة بتاعت تيتا. قريت الجملة تاني: اللي مدفون مش هو اللي المفروض يكون مدفون، دوري تحت الوردة اللي مش بتدبل. فضلت أفكر في الجملة دي وفجأة فهمت. الوردة اللي مش بتدبل دي هي الإيد اللي في الصندوق. الإيد دي هي اللي تيتا كانت بتتكلم عنها. بس إيه علاقة ده بالقبر؟ وإيه علاقة ده بالجثة اللي المفروض تكون مدفونة؟ قررت أدور في كتب تيتا القديمة. تيتا كانت بتحب الكتب القديمة قوي. لقيت كتاب غلافه من الجلد مكتوب عليه بخط إيد تيتا خرافات وأسرار. الكتاب كان بيتكلم عن طقوس قديمة وطرق لحفظ الجسد من التحلل وحاجات غريبة تانية كتير. فضلت أقلب في الكتاب لحد ما لقيت فصل كامل بيتكلم عن دفن الأقوياء. كان مكتوب فيه إن في عائلات قديمة لما يموت منهم حد قوي كان بيتم دفنه مع جزء من جسد طفل صغير عشان روحه تفضل قوية ومتحررة. الإيد الصغيرة دي كانت جزء من الطقس ده. الصدمة كانت أكبر من أي صدمة قبلها. تيتا دفنت الإيد دي عشان روحها تفضل قوية. مين الطفل ده؟ وإيه علاقة ده بكل الأسرار دي؟ بصيت في الكتاب تاني وفجأة لقيت صفحة متنية. فتحتها وكان مكتوب فيها بخط إيد تيتا: لإبطال السحر يجب أن تعيد اليد إلى صاحبها الحقيقي المدفون في قلب الصحراء. جسمي كله أشعر. إيه السحر ده؟ ومين صاحب الإيد؟ وفين الصحراء دي؟ كل دي أسئلة ملهاش إجابة. بس اللي فهمته إن تيتا مش كانت بتدفن الإيد عشان قوتها، لأ، تيتا كانت بتحاول تخفي الإيد دي عشان محدش يوصل لها. وده معناه إن في حد بيراقبني، حد عارف إن الإيد معايا. في اللحظة دي سمعت صوت خبط خفيف على شباك الأوضة. كان خبطة واحدة بس كانت قوية. طلعت بصيت من الشباك، ملقتش حد، بس كان في وردة ياسمين بيضة محطوطة على الرخامة، نفس الوردة اللي كانت على قبر تيتا، نفس الوردة اللي بتلمع. ده معناه إن في حد كان بيراقبني في المقابر، في البيت، في كل حتة. قررت إني لازم أتصرف بسرعة، مفيش وقت للتردد والخوف. الوردة اللي لقيتها على شباك الأوضة كانت رسالة واضحة، رسالة من اللي بيراقبني، حد عارف كل حاجة من أول الصندوق لحد الكتاب. لازم أواجهه، أو على الأقل أفهم هو عايز مني إيه. فجأة افتكرت كلام تيتا وهي بتقولي لو حصل أي حاجة روحي للشيخ سليم. الشيخ سليم ده كان راجل عجوز بيعيش لوحده في آخر البلد، والناس كانت بتقول عليه ولي من أولياء الله الصالحين. كان صوته دايما هادي وعينيه ليها لمعة غريبة كأنها بتشوف حاجات إحنا مش بنشوفها.
قررت أروح له، يمكن يكون عنده إجابة على كل الأسئلة دي. لبست بسرعة وخدت شنطتي، والصندوق كان جواها. الطريق لبيت الشيخ سليم كان طويل، وأنا ماشية في الشارع حسيت إن في عيون بتراقبني من كل حتة، كأن كل شجرة وكل حيطة ليها عين بتتبع خطواتي. كنت ببص حواليا بخوف، بس ما كنتش بشوف أي حاجة. وصلت لبيت الشيخ سليم، كان بيت قديم مبني من الطين وبابه خشب مصدي. خبطت خبطة خفيفة، وبعد شوية الباب اتفتح بالراحة. الشيخ سليم كان واقف وابتسامته الهادية على وشه، بصلي كأنه كان عارف إني جاياله، وقال بصوت خفيف: تعالي يا بنتي، كنت عارف إنك هتجيلي. دخلت البيت وكان هادي قوي، ريحة بخور غريبة كانت مالية الجو. قعدت قدامه ومدت له الصندوق وأنا بترعش. بص للصندوق ومسك الإيد المحنطة، بس من غير أي خوف أو قرف. فضل يبص لها شوية وبعدين بصلي وقال لي: القصة دي أكبر بكتير من اللي انت فاكراه يا سارة. الإيد دي مش مجرد إيد طفل، دي كانت مفتاح لعالم تاني، عالم الجن والسحر. فضلت بصاله في صمت مش فاهمة أي حاجة. قال لي: تيتا كانت بتحمي الإيد دي عشان ما تقعش في إيد الناس الغلط. الإيد دي تخص واحد من كبار السحرة، وهو اللي مدفون في الصحراء. تيتا عرفت السر ده وحاولت تخفي الإيد عشان تمنعه إنه يرجع تاني. حسيت إن قلبي بيتقطع. تيتا كانت بتعمل كل ده لوحدها عشان تحمينا؟ طب ومين الساحر ده؟ وإيه حكاية الوردة اللي بتلمع؟ سألته: طيب ومين اللي بيراقبني؟ ومين حط الوردة على الشباك؟ ابتسم الشيخ سليم ابتسامة حزينة وقال: ده هو اللي بيراقبك، هو اللي عايز الإيد دي عشان يقدر يرجع تاني. الوردة دي مش مجرد وردة، ده سحر، سحر عشان يخليك تحس إنه حواليك طول الوقت. قلت له بخوف: طب أنا أعمل إيه دلوقتي؟ أنا خايفة قوي. الشيخ سليم مسك إيدي وقال لي: مفيش وقت للخوف دلوقتي، لازم تروحي الصحراء وتدوري على صاحب الإيد. بس ده مش هيكون سهل، الساحر ده حط حراس في كل حتة عشان يمنعوا أي حد يوصله. لازم تكوني قوية. طلعت من عند الشيخ سليم وأنا حاسة إني اتولدت من جديد. الخوف اللي كان جوايا اتحول لقوة وإصرار. لازم أروح الصحراء، لازم أرجع الإيد دي لصاحبها وأفك السحر ده للأبد. بدأت أجهز نفسي للرحلة. كنت عارفة إن الرحلة هتكون صعبة وخطيرة، بس ما كانش عندي حل تاني. بالليل بعد ما الدنيا نامت طلعت من البيت، وفي شنطتي كان معايا الصندوق والكتاب. كنت ماشية في الشارع، بس المرة دي ما كنتش حاسة بالخوف، كنت حاسة إن تيتا معايا بتحميني وبتوجهني. وصلت المكان قريب من الصحراء وبدأت أمشي في الضلمة. الرمل كان بيلمع تحت ضوء القمر، والهوا كان بيصفر أغنية غريبة. كل ما كنت بمشي خطوة كنت بحس إن الأرض نفسها بتتحرك تحت رجلي، كأنها بتدفعني لورا. فجأة سمعت صوت جاي من بعيد، كان صوت ضحكة عالية، ضحكة شريرة. رفعت عيني وشفت حاجة غريبة بتلمع في نص الصحراء. كانت شجرة صبار قديمة، بس كان عليها وردة بيضة بتلمع، نفس الوردة اللي كانت على قبر تيتا ونفس الوردة اللي كانت على شباك أوضتي. عرفت إن ده هو المكان اللي لازم أروح له. الضحكة الشريرة دي كانت بتخترق الصمت الرهيب اللي في الصحراء، وكنت ماشية في اتجاهها وأنا قلبي بيدق زي الطبلة. كل ما كنت بقرب من شجرة الصبار كل ما الضحكة كانت بتعلى أكتر، لدرجة إنها كانت بتوجع وداني. النور اللي طالع من الوردة البيضة اللي على الشجرة كان قوي جدا، كأنه كشاف منور في الضلمة. وصلت للشجرة وكانت ضخمة وقديمة قوي، كأنها واقفة هنا من آلاف السنين. الوردة البيضة كانت على فرع من الفروع وبتطلع نور غريب كأنه بينبض. بصيت تحت الشجرة لقيت الأرض حواليها مش رمل، لأ، كانت أرض صلبة لونها أسود كأنها محروقة. وفي نص الأرض السودة دي كان فيه لوح رخام كبير مكتوب عليه رموز غريبة، نفس الرموز اللي كانت على قبر تيتا. حسيت إن السحر بيحيط بيا من كل حتة. في اللحظة دي الضحكة وقفت
وسمعت صوت رجولي عميق بيقول: أخيراً جيت يا سارة، كنت مستنيكي. اتلفت حواليا بسرعة بس ما كنتش شايفة أي حد. الصوت كان بيجي من الهوا نفسه، كأن الهوا بيتكلم. قلت بصوت مهزوز: مين اللي بيتكلم؟ قال لي: أنا صاحب الإيد اللي في شنطتك، أنا الساحر اللي عايز يرجع للحياة. جسمي كله اترعش من الخوف. قلت له: أنا مش هسيب لك الإيد، تيتا خبتها عشان محدش يوصل لها. رد عليا بصوت غاضب: تيتا كانت بتحمي نفسها وبتحميكم مني، بس ده مش هيمنعني. أنا عايز الإيد دي عشان أرجع أقوى من الأول، عايز الإيد دي عشان أسيطر على العالم ده كله. كنت بسمع كلامه بس ما كنتش فاهمة إيه علاقة الإيد بالسيطرة على العالم. فجأة حسيت إن في حاجة بتتحرك تحت الأرض، كأن في وحش مدفون وبيحاول يطلع. الأرض حواليا بدأت تتشقق والشقوق كانت بتطلع منها نار لونها أزرق غريب. الساحر قال: لو ما سبتيش الإيد هطلع من الأرض دي وأحرقك مكانك. قلت له بقوة مصطنعة: أنا مش بخاف منك، أنا مش هسيب لك الإيد. في اللحظة دي الأرض حواليا اتهزت بقوة وطلعت منها أشباح كتير. كانت أشباح لناس لبسها قديم قوي وشكلها مرعب. كانت الأشباح دي بتجري ناحيتي وكنت بحاول أبعد عنهم، بس كانوا صراع جدا. كان كل شبح بيقرب مني أحس إن روحي بتتسحب مني. كنت حاسة ببرد غريب، كأن في حد بيمص مني كل طاقتي. فجأة افتكرت كلام الشيخ سليم، قال لي: لازم تكوني قوية. قفلت عيني ومسكت الصندوق جامد وركزت على كلام تيتا. الإيد دي كانت مفتاح لعالم تاني، عالم الجن والسحر. فتحت عيني وشفت الأشباح حواليا، بس ما كنتش خايفة. كنت حاسة إن في قوة جوايا، قوة من تيتا. فجأة طلع صوت من جوايا، صوت عالي وكأنه صوت تيتا نفسها. الصوت كان بيقول: ارجعوا مكانكم، ارجعوا مكانكم. بمجرد ما الصوت ده طلع، الأشباح وقفت في مكانها وبدأت تتلاشى في الهواء كأنها بتدوب. الساحر صرخ بصوت غاضب: مستحيل، ازاي عملتي كده؟ قلت له: أنا مش لوحدي، تيتا معايا. في اللحظة دي حسيت إن الصندوق اللي في شنطتي بدأ يسخن وبدأ يطلع منه النور خافت. مسكت الصندوق وفتحته وطلعت منه الإيد المحنطة. الإيد دي كانت بتلمع وريحتها بقت ريحة ورد. الساحر صرخ بصوت أعلى: لا لا، الإيد بتتحول، لا يمكن. بصيت على الإيد لقيتها إنها بتتحول ببطء، لونها بيفتح وصوابعها بتتفرد وريحتها بتتحول لريحة ياسمين. فجأة الإيد طلعت منها نور قوي جدا، نور أبيض عم عينيا. بعد النور ما هدي بصيت على الإيد لقيتها بتتحول لحاجة تانية. كانت عبارة عن وردة ياسمين كبيرة بتلمع، نفس الوردة اللي كانت على شباك الأوضة ونفس الوردة اللي كانت على شجرة الصبار. بعد النور الأبيض القوي ما هدي بصيت على الإيد اللي كانت في إيدي لقيتها اتحولت بالكامل لوردة ياسمين كبيرة بتلمع. الوردة دي كانت غير أي وردة شفتها في حياتي، كانت بتطلع منها ريحة حلوة قوي، ريحة مريحة للنفس. في نفس اللحظة دي سمعت صوت الساحر وهو بيصرخ صرخة غضب ويأس، وبعدها كل حاجة سكتت. الهوا وقف والضحكة الشريرة اختفت والضلمة رجعت تاني. فضلت واقفة مكاني وأنا مش مصدقة اللي حصل. الإيد المحنطة اللي كانت مصدر لكل الخوف والرعب ده اتحولت لوردة ياسمين. ده معناه إن السحر اتسك والسحر اتهزم. حسيت بسلام غريب كأنه روحي ارتاحت. الوردة اللي كانت في إيدي بدأت تطلع نور أبيض خفيف، والنور ده بدأ ينور الطريق قدامي. مشيت ورا النور وهو كان بيوجهني في الصحراء الضلمة لحد ما وصلت لبوابة المقابر. أول ما طلعت من المقابر النور اللي في الوردة اختفى ورجعت وردة عادية، بس كانت لسه بتلمع بطريقة غريبة.
رجعت البيت وأنا حاسة إني كبرت سنين في ليلة واحدة. دخلت أوضتي ولقيت الوردة اللي كانت على الشباك لسه موجودة، بس لونها كان بهتان وريحتها اختفت. حطيت الوردة الجديدة اللي كانت معايا جنبها، وفجأة الوردة القديمة بدأت ترجع لها روحها تاني، لونها رجع أبيض وريحتها الحلوة رجعت. فهمت وقتها إن الوردة دي كانت رمز، وإنها مرتبطة بقوة تيتا. طول ما الوردة دي موجودة السحر مش هيقدر يوصل لنا. في اليوم ده قررت إني لازم أروح للشيخ سليم عشان أحكي له كل حاجة. رحت له في بيت الطين ولقيته واقف بره البيت بيبتسم. أول ما شافني قال لي: مبروك يا بنتي، عرفتي طريقك الصح. حكيت له كل اللي حصل وهو كان بيسمعني باهتمام. بعد ما خلص قال لي: تيتا كانت قوية جدا، كانت عارفة إن في يوم هتيجي فيه وهتحتاجي القوة دي. الإيد اللي في الصندوق دي كانت روح الطفل اللي اتقتل عشان يخدم الساحر. تيتا خبتها عشان تحرر الروح دي، بس ما قدرتش. لما انتي رجعتي الإيد لصاحبها الحقيقي اللي هو الطفل، الروح ارتاحت والسحر اتفك. الوردة دي هي الروح دي، وهي دلوقتي بتحميكي وبتحمي كلكم. فضلت بص عليه في دهشة، مش قادرة استوعب كل الحكايات الغريبة دي. الشيخ سليم قال لي: بصي حواليكي يا سارة، الدنيا مش زي ما انتي فاكراها، في حاجات كتير تحت السطح بس مش كل الناس بتقدر تشوفها. دلوقتي انتي بقيتي واحدة من الناس اللي بتقدر تشوفها. من اليوم ده حياتي اتغيرت بالكامل، ما بقيتش بخاف من المقابر، بالعكس بحس إنها مكان للراحة والأمان. والوردة اللي معايا فضلت معايا طول حياتي. كل ما كنت بحس بخوف أو قلق كنت ببص عليها وبحس بقوة تيتا معايا. القصة دي يا جماعة مش قصة رعب، دي قصة عن القوة اللي ممكن تكون جوه كل واحد فينا، وعن الأسرار اللي ممكن تكون مدفونة حوالينا. وده كان آخر جزء من حكايتي. وهنا انتهت حكايتنا. ولو عجبتك القصة ما تنساش تشترك على القناة وتعمل لايك عشان تتابع كل جديد.